متابعيني طبعا سويت دولمة وخليت فلفل الوان. عذرا اني انطفت الكهرباء، فالسيل يقول هاي يعني غسلته على صفحة بعدين لفيتها. تمام. هسه شنو احط له؟ بطلين مي واخليه على النار. طبعا انا خليت دبس الرمان، بعد هم اخلي دبس الرمان فوقها هذا الشكل. هنا عندي اول بطل من نار خلونه هذا الشكل، لان كل كيلو تمن بطلين مي. هذا بطل الثاني. هسه جبنا ماعون هيجي عمود نغطي بيها الدولمة ونخليها على النار. هسه خليتها على النار، راح اجيب القبق اغطيها. هسه غطيتها بالقبق، بعدين من تستوي نحرق لها زيت نفرقع عليها على مود تصير طيبة لاجحة. تمام. يلا ابقوا وياي. تعال ناكل كيك وبيبسي. هاي مي لان ما متغداية. طبعا عندي موضوع وياكم صبايا. تمام. هسه قاعدة اتغدى. طبعا انا حساباتي راح اغلقهن كلهن، اغلقهن فقط بس واتساب يشتغل عندي احسن. يلا خلينا نشرب بيبسي. يلا مين يحب البيبسي؟ يلا. هنا حضرت الطرشي، وهذا الطرشي الليمون كلش طيب. وهنا الخضرة والخيار والليمون. أنا ما أحب يعني أقصقص الخيار العفو، أحب هيك يعني. طيب خلنا نشرب مي، خلنا نشرب مي. الكوثر يا كوثر. طبعا ابويا حبيبي جاني المطبخ قال لي بنتي اريد منك شاي، قلت له صار بابا تدلل. هسه راح اصب له شاي. خدرت له هاي اول معلقه، ملعقه لان اخاف عليه عنده سكر. خلنا نجيب الشاي. ابويا يحبه خفيف ما يحبه يعني ثخين. تدلل بابي حبيبي. هذا الشاي طبعا هذا كوي. وطبعا اني ما راح اصب لي الشاي يعني ما شاربه لا الصبح ولا هسه، بما الدولمة تستوي. تمام. باعو بدد يعني تدق يعني شو اسمه تفور يعني تقرب. بعدين افرقع لها دهن يعني مثل يعني شلون عبالك تقلاه. هذا يعطيني نتيجة احسن 100%. هسه شو اسوي؟ ارجع اخلي عليها الغطا بهذا الشكل، واذا شفتوها بعد يابسة تحطوا لها مي كاسي. تمام. هي بيها خضروات لان. يلا تانو النتيجة. هسه شو اسوي؟ اصب لي شاي على مود افرقع دهن. نسيت اقول لكم بنات، انا دائما مو كان البهارات، انا خليت بهارات كوب هاي الدولمة العفو، واخلي من هذا الفلفل الحار. يا كلش طيب. بهارات الدولمة اليوم انا ايش عندي ويا الكوباية. بهارات الدولمة هاي بنات كلش طيبة والله والنبي. انت العليش تستخدمين هاي البهارات اللي قلت لك عليها، وهاي الشطة ممنوع تحطين اي بهارات لان هي فلفل حار، او تخلين فلفل حار. انا عندي فلفل حار ودبس الرمان. هذا الفلفل الحار عند بنات لان اني امي اخاف عليها وابوي عندهم ضغط سكر. هاي تعالوا نخلي دهن الدار هذا بالجدرية كافي. هذا الشكل. هسه نوديه وين؟ على النار. تمام. يلا هسه راح اروح جوا. اللهم صل على محمد. راح يصير اذان العشاء. راح اروح جوا اخذ الشاي واروح لين انا الصبح من شاربه ولا ظهر. فاذا انغيت او هاي بعد ما انغيت علي من تتات عليوي يا خوشي. هسه راح شو اسوي؟ بعد شويه اريدها تنشف المي مالتها على مود انصيها اهدرها، بعدين افرقع الدهن. واو. سويتها بالدجاج مو باللحم، انا اكره اللحم ما احبه. تمام. يلا ابقوا وياي يا شطار انتم. هذا يتفرقع الدهن بهذا الشكل. هسه نصيتها. تمام. هسه راح اشيل الماعون والدهن اللي فرقعناه راح اخليه هنا. تمام. هذا شلت الماعون وهاي الدولمة.
يا ريت تطلع بيها لاجعة. هسه راح اخلي الدهن هذا اللي فرقعناه تمام. هسه شو اسوي؟ راح انصي عليها تمام. بعد ما خليتها الماعون راح تتهدر، وبعدين شو اسوي؟ اقلبها بالصينية تاكلوها عمية. والله خلنا نذوق هي طيبة لا. بسم الله الرحمن الرحيم، والله خلنا نذوق. والله العظيم طيبة. يلا ابقوا وياي. طبعا صبايا اني هم بعد اريدها حيل تنشف على مود مو حيل بيها مي وبهذا الشكل تمام. يلا ابقوا وياي. النتيجة وين؟ راح نصبها ونجهزها ونكملها يا حلوين انتم. استوت بهذا الشكل الدولمة، بس بعد جدرية اللحم لزق جوه والدنيا لزقت جوه. يلا سلامكم العافية، باي باي.